وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت النهاردة خبر حاسم بإيقاف 4 شركات من مقدمي خدمات العمرة فورا، وده بعد ما رصدت مخالفات صريحة وتجاوزات في حق المعتمرين. الوزارة وضحت إنها هتقف في وش أي تقصير، والهدف هو ضمان أعلى جودة للخدمات تليق بزوار بيت الله الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل بالظبط؟ التحقيقات كشفت ان في شركتين قدموا كشوف تفويج غير صحيحة، والشركتين التانيين ما التزموش بتسكين المعتمرين زي ما كان متفق عليه في الترتيبات المعتمدة. الوزارة أكدت إنها مش هتتهاون أبدا مع أي إخلال بالالتزامات، وإن حقوق المعتمر أولوية قصوى ومستهدف رئيسي لرؤية المملكة 2030. الرسالة كانت واضحة لكل شركات ومؤسسات العمرة: الالتزام بالضوابط والتعليمات إجباري مش اختياري، وأي تلاعب في جودة الخدمة هيواجه بإجراءات نظامية فورية. خطوة ممتازة بتطمن كل اللي ناوي يطلع عمرة إن حقه محفوظ في الحفظ والصون.